الدين. احنا في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. معنا سي فيصل بن غزاله كاتب عام مساعد في الاتحاد الشغل وعضو النقابه الاساسيه بمعمل الاسياب، باش يحكي لنا اكثر على موقف الاتحاد وموقف عمال معمل الاسياب من غلق هذا المصنع. عسلامة سي فيصل. اهلا بكم في دار الاتحاد. بالنسبه للموضوع نتاع معمل المجمع الكيماوي بصفاقس اللي هو ما يعبر عنه بمعمل السياب، خاطر السياب ما عادش ثم حاجه اسمها سياب، كان شي في البروسيدور كوشي في البروسيدي بليتو سامحني. المشكل هذا انطلق من عام 2008، وفي 2008 احنا انجزنا اتفاق مع الحكومه ممثله في سيد متفقد العام للشغل وفي سيد رئيس المدير العام للمؤسسه باش نبحثوا على بدائل للمنتوج الحالي نتاع معمل السياب يكون معناها متوافق مع البيئه ويكون غير ملوث. من بعدين بعد الجلسه هذيك وقع اتفاق على تكوين لجنه اللي خدمت على الملف هذا، واللي توصلت من جمله ما توصلت لمنتوج اللي هو اسمه احادي السماد الرفيع، واللي هو منتوج غير ملوث لانه فيه تفاعل، ما فيش تفاعل كيميائي، هو فيه خليط من زوز مواد اللي ما فيه حتى ديروجي، ما فيه حتى شيء، اللي هو نظيف. الموضوع مش هنا، الموضوع كونه هذه مؤسسه وطنيه يلزم المحافظه عليها، يلزم المحافظه على مواطن الشغل. ما نحكيش هنا على الاشخاص اللي موجودين، غادي نحكي على مواطن الشغل، وهذا هو موقف الاتحاد الجهوي. هذا موضوع صحيح كونه الجهه ثم تلوث كان صادر من معمل السياب وما زال، لكن هذا فيه برمجه نتاع ازاله كل ما هو ملوث وتركيز مشاريع بديله في وسط المعمل اللي هي فيها مركز بحوث، فيها مركز صيانه، فيها مركز تكوين، فيها انستيتيو نتاع فوسفات، فيها مركز نتاع السي ان دي ما يعبر عنه بالسي ان دي، وفيها المصنع هذا نتاع الاس اس بي اللي هو كما نقولوا مره اخرى ونعاودوا اللي هو غير ملوث. فالنقاط هذه شنو المحدد؟ احنا عندنا باش نكونوا واضحين مع الناس الكل، الاتحاد العام التونسي للشغل ما هوش ضد رغبه متسكني صفاقس، وهذا رفعا لكل التباس وكل تاويل اللي قاعد يصير تو وكل المغالطات اللي قاعده تصدر. احنا مع بيئه سليمه في صفاقس، لكن مع نقاش يكون نقاش علمي يضمن ديمومه المؤسسه، يضمن مواطن الشغل، يضمن مردوديه للجهه وللبلاد، ونكونوا هكا بالطريقه هذه نكونوا انتهينا من الموضوع نتاع التلوث ونتعداو للمشاريع اخرى اللي هي اهم واهم جدا، واللي هي ما يعبر عنه بالتنميه في الجهه اللي هي في الوقت الحالي تقريبا تعادل او تقرب للصفر.